السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ انا النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل صلصة الطماطم بطريقة سهلة. وعلى فكرة طريقة الطماطم دي ما بتاخدش وقت خالص معانا في المطبخ، وما بتخسش خالص من على النار، وزي ما هتشوفوا معايا كده. ويلا بينا يا حبايبي نخش نشوف طريقتها ازاي. وبنجيب حلة كبيرة وسكينة، ونبدأ نقطع الطماطم قطع صغيرة. شايفين يا حبايبي؟ بعد ما قطعتها هنفضل نقطع لحد ما نملوا الحلة زي ما انتوا شايفين كده. كده يا حبايبي بعد ما خلصت تقطيع كمية الطماطم اللي معايا كده زي ما انتوا شايفين كده ومليت بيها الحلة. وبعد كده يا حبايبي بنرفعها على النار ونبدأ نقلب من تحت لفوق زي ما حضراتكم شايفين كده حبايبي. ليه بعمل الحركة دي؟ عشان خاطر كلها تخش في مرحلة تسوية واحد. وشايفين بعد ما بدأت تستوي معانا ونفضل نقلب كل شوية من تحت لفوق عشان كلها تاخد طياب واحد. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده هي دخلت معانا في مرحلة الطياب الأخيرة. وطبعا بعد كده انا بسيبها تبرد شوية. وطبعا ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. وبعد ما نزلتها من على النار انا سبتها بردت شوية زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة طريقة الصلصة دي بتسهل علينا حاجات كتير اوي، ان احنا ما نقفش في المطبخ كتير، وبتبقى احسن من الجاهزة بكتير. طبعا بعد كده انا بجيب شفشق خلاط زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع احط شوية بشوية. وبعد كده هنضرب الطماطم في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، بس لازم نضربها شوية حلوين. وكده بعد ما ضربت الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، بعد كده الخطوة اللي جاية. وبعد كده انا جبت حلة فاضية وفيها مصفى نفس المقاس بتاع الحلة. وبعد كده هنبدأ ننزل بالطماطم كده في قلب المصفى زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالكمية كلها اللي في الشفشق. وبعد كده هنرجع بقى ايه بايديا كده، بقعد انزل الطماطم كده في الحلة. عايزة تعملي بايدك عادي، تعملي بمعلقة عادي، بس هو الاحسن الصراحة بالايد، بتملكي اكتر، تقدري تصفي الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده بنفضل نقلب على طول كده عشان خاطر الطماطم تنزل بكل سهولة. شايفين الطماطم مصفية ازاي؟ ولا فيها قشر ولا فيها اي حاجة، بتبقى حلوة قوي في الاكل. هنفضل مستمرية تاني كده بعد ما خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين كده. هنرجع نرفعها تاني على النار شوية، يا دوبك بس هتاخد غلوتين مش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت تجلي، ولا عاملة قشر ولا اي حاجة، بتبقى زي الجاهزة واحلى منها، حاجة طبيعية معمولة في. وطبعا كده دي اخر مرحلة خالص بعد ما نزلتها من على النار. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي؟ ولا فيها قشر ولا اي حاجة، بجد بتبقى طعمها حلو قوي. وكده بعد ما عبيتها في الاكياس زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة طريقتها سهلة جدا، شفت قد ايه هي سهلة وبسيطة، وما خدتش معانا وقت خالص ولا وقفة كتير خالص في المطبخ. وهي هتسهل عليكي حاجات كتير قوي من في الاكل. طبعا في نهاية الفيديو ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك. يا رب يكون فكرة النهاردة عجبتكم. وطبعا احنا داخلين على الشهر الكريم، طبعا كل سنة وانتوا طيبين، يا رب يكون شهر كريم علينا كلنا.